جربوا بقى تسقوا الجلاش بالحليب وبجد هتنبهروا بالنتيجه، وهتنسوا اي طريقه عرفتوها قبل كده. هنعمل جلاش بالكاسترد مش هياخد مننا اكتر من 5 دقايق، بيطلع بقى معانا طعمه يجنن. هنبدا نجهز طبقه الكاسترد اللي هنحشي بيها الجلاش. وعشان نعمل طبقه الكاسترد هنحتاج كوبايتين من الحليب 500 مللي. الحليب اللي هنستخدمه هيكون حليب بحراره الغرفه عادي جدا. هنزود على الحليب ربع كوبايه سكر، وهزود كمان 3 معالق كبيره من بودره الكاسترد، وتقدروا كمان تستبدلوا الكاسترد بنشا. وهنزود كمان نص معلقه صغيره من الفانيليا. وهنبدأ نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، نقلبها على البارد كده قبل ما بنرفعها على النار. بعد كده بنرفعها على النار مع التقليب المستمر، نفضل نقلب فيها كده تقليب مستمر، مش بنشيل ايدينا منها خالص عشان طبعا الخليط ده ما يكلكعش ويعمل كتل، فلازم نقلب فيها كده تقليب مستمر. اول ما تبدأ في الغليان معانا كده وتطلع فقاقيع يبقى هي كده خلاص استوت، فبنطفي النار عليها. كده القوام بيكون بالشكل ده. هنفضيها بقى في طبق تاني وهنسيبها لحد ما تبرد خالص. معايا كمان هنا لفة جلاش وزنها نص كيلو. طبعا واحنا بنشتغل في الجلاش لازم نغطيه بفوطه كويس جدا عشان ما ينشفش. بالنسبه بقى لمقاس الصينيه فانا هستخدم صينيه مقاس 30 هدهنها كويس جدا بالسمنه. وهبدا ان انا اخد ورق الجلاش واحطه في الصينيه بالشكل ده. هناخد ورقتين ورقتين. اول ورقتين هحطهم كده في منتصف الصينيه وبدهنهم كويس جدا بالسمنه. وبالنسبه لباقي ورق الجلاش هحطه نص في الصينيه والنص التاني هيكون له بره بالشكل ده. اهم حاجه هندهن بين كل ورقتين بالسمنه كويس جدا. بحط كمان ورقتين نص جوه الصينيه بالشكل ده والنص التاني لبره، وبدهن كويس جدا بالسمنه. وخلص تقريبا اكتر من نص كميه الجلاش بالشكل ده. بعد كده هنبدا نوزع طبقه الكاسترد. هنوزع طبقه الكاسترد كويس جدا على الجلاش، واهم حاجه زي ما قلنا بنستخدم الكاسترد وهو بارد. بعد كده تقدروا تحطوا على وشها كده شويه من الزبيب، شويه جوز هند، اي مكسرات متوفره عندكم استخدموها، وتقدروا كمان تسووها ساده زي ما هي كده. وبعد ما بنوزع بقى طبقه الكاسترد كويس بنبدا نقفل اطراف الجلاش على بعض بالشكل ده. وكل ما بنقفل ورقه كده بندهنها كويس جدا بالسمنه. باقي كميه الجلاش هبدا ان انا احطها على الوش بالشكل ده. انا سبت الوش الصينيه كده تقريبا 4 ورقات بس. بنحاول بقى نظبط اطراف الصينيه، والورق الزياده هنتنيه لجوه بالشكل ده. هنديلها بقى دهنه سمنه كويسه جدا كده من على الوش، وبعدين هندخلها فرن سابق التسخين على درجه حراره 200. هنحطها في الرف الوسطاني، الفرن يكون شغال من تحت بس. هتاخد معانا في الفرن حوالي 20 او 25 دقيقه بالظبط، وهنلاقيها استوت. في الاخر خالص لو احتاجت اننا نولع عليها الشوايه فبنولع عليها الشوايه اقل من دقيقتين عشان تاخد لون دهبي من فوق. هنسقي الجلاش بتاعنا النهارده بالحليب، بيطلع اخف واحلى واطرى مليون مره من الجلاش اللي مسقي بالعسل بالشربات. معايا هنا كوبايه من الحليب، حليب عادي بحراره الغرفه. هزود عليها معلقتين كبار من السكر، وبنقلبهم كويس جدا مع بعض. واول ما بنخرج بقى الجلاش من الفرن وهو لسه سخن هنسقيه بالحليب. يبقى الحليب بحراره الغرفه والجلاش بتاعنا لسه سخن لسه خارج من الفرن. الجلاش طبعا هيتشرب الحليب وهيطلع معانا بقى في منتهى الجمال. الطبقه اللي بره دي بتبقى فيها سنه قرمشه كده، ومن جوه طري وطعمه يجنن. عايزه اقول لكم كمان ان سكره مظبوط جدا.